كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة ان شاء الله علينا جميعا، وكل واحد عنده اي حلم ان شاء الله ما تكونش خلصانة السنة غير لما يحققه. عايز اتكلم معاكم في حاجات لازم تعملها السنة دي لو عايز حياتك تتغير للافضل. ركز بقى معايا عشان ايه الفيديو مهم جدا جدا جدا. الحاجات اللي انا هتكلم معاكم فيها دي مش ضروري ان اي حد يقولها لكم، ولكن انا هقولها لك علشان افيدك، تمام؟ علشان انت لما تستفاد وربنا يفتح عليك وحياتك تتغير للاحسن تدعي لي. وانتوا عارفين انا دايما احب افيد الناس اصلا، ايه، ما احبش اعمل الحاجات اللي هي الهلس دي. فركز معايا في اللي هقوله علشان ايه تستفيد بجد، اوكي؟ وما تنساش ان انت تقول لي برضو استفدت ايه في التعليقات، او لو في حاجه من الحاجات دي انت مثلا كنت عارفها من قبل كده كلمني عليها وقول لي ان لو عملتها قبل كده يعني. بص، اول حاجه في السنه الجديده لازم 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 احنا خلاص بقى تطورنا. احنا في 2026. الفيديو ده بالمناسبة بيتصور 1/1/2026. هينزل لكم الساعة 7 الصبح يوم 2/1/2026. فركز معايا علشان ايه تبقى اب تو ديت كده، فاهم؟ تبقى الدنيا معاك تبقى ماشية زي الفل. بص، في الزمن اللي احنا فيه، زمن التطور وعصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، انت ممكن تعمل اي حاجة من بيتك. ممكن الموبايل بتاعك ده تعمل منه اي حاجة. انت مش متخيل الثروة اللي انت ماسكها في ايدك دلوقتي. انت مش مقدر النعمة اللي معاك. الموبايل ده تقدر ان انت توصل منه لحاجات كتير جدا جدا جدا، واي حاجة انت مش عارفها هتساعدك في حياتك العملية، هتساعدك في حياتك الاسرية حتى، كله تقدر تعرفه من الموبايل. وتقدر تسمع تجارب ناس كتير جربت نفس الحاجات اللي انت عايز تعرف عليها اكتر عن طريق اليوتيوب او منصات السوشيال ميديا في العموم يعني. فالسوشيال ميديا ده كنز. اي حاجة انت مش عارفها، مش شرط ان الذكاء الاصطناعي اللي هو مثلا زي التشات جي بي تي او الحاجات دي، مش شرط ان هو يجاوبك اجابة مقطعية وتكون دقيقة. فبرضه لازم تسمع للناس اللي مجربة، اراء الناس اللي اوريدي خاضوا التجربة، وتشوف ارائهم ايه، علشان برضه تبقى عارف انت هتخش اي حاجة انت عايزها ازاي، ايا كان المجال اللي انت عايز تخش. طيب، تاني حاجة برضو لازم اقولها لك في 2026، لو انت عايز تتطور ويبقى دخلك كويس وتقدر تعمل ثروة او فلوس، تمسك في ايدك فلوس زي ما الناس بتقول، لازم يبقى عندك اكتر من مصدر واحد للدخل. دي كده ما فيهاش يعني ايه عليه اكتر من مصدر. انت يا عم مثلا بتشتغل، ورغم ان انا ضد الوظيفه، ولكن خليني ايه امشي معاك برضو، ايه، نتكلم كلام منطقي. انت يا عم دلوقتي شغال في بنك، شغال في شركه، شغال ايا كان الشغل اللي انت بتعمله، لازم تلاقي دخل، حاجه تدخلك دخل اضافي. اعمل فريلانسنج مثلا، شوف مثلا قدم محتوى على الانترنت مثلا، على السوشيال ميديا. اعمل اي حاجه تدخلك دخل اضافي. المهم ان انت ما يبقاش فلوسك جايلك من الشغلانه بتاعتك دي بس، لا، يبقى عندك كمان مصدر دخل، بحيث ان لو المرتب اتعطل، زي ما اعتقد ناس كتير قوي مرتباتها يعني، ما ناس كتير قوي اعتقد ما يعني نادرا لما حد بينزله المرتب بتاعه في الميعاد، فطبعا الناس دي بتحتاس. انما انت لو عندك اكتر من مصدر دخل مش هتبقى محتاس زي اللي ايه مستني الفلوس بتاعه المرتب اللي متاخره دي، واقف محتاس وعليه ديون مش عارف يسددها وكده. تالت حاجه هقولها لك، الديون. اوعى اوعى اوعى، حاول على قد ما تقدر في 2026، حاول ان انت ما تتدينش خالص. حاول على قد ما تقدر تقلل انك ما تستلفش من اي حد. طب يا علي انا مزنوق عندي في حاجات عايز اجيبها، لازم استلف، اعمل ايه؟ قلت لك دور على اي حاجه تدخلك دخل اضافي. النت، انت في ايدك ثروه دلوقتي. الموبايل اللي انت بتتفرج عليا منه ده من اليوتيوب دلوقتي، زي ما كان الفيديو ده طلع لك، الفيديو ده بالنسبه لك هيبقى ايه مفيد دلوقتي، لان انا هعرفك برضو شويه طرق. في كذا طرق ممكن تتعلمها، زي مثلا الفيديو اديتنج، الثامنيل مثلا، تبقى ديزاينر. ولكن الحاجات دي مش بتكسب برضو كتير، الطلب عليها في الوقت اللي احنا فيه ده بيبقى اقل. مثلا الناس زي صناع المحتوى كله بيبقى ايه مثلا معاه واحد خلاص بيعمل له الكلام ده، مش عايز كتير مثلا، مش عايز يبقى عنده اكتر من كذا واحد علشان برضو ما يدفع لهمش فلوس كتير. فبرضو المجال ده زي ما ليه مميزات، ليه مساوئ، ان الطلب عليها يكاد يكون قليل. طيب ممكن انت بقى تعمل ايه؟ ممكن ان انت تقدم محتوى، تعمل دروب شيبينج، تعمل مثلا ريفيو برودكتس، مثلا منتجات، تجيب منتجات الاكثر طلبا او الناس المنتجات اللي لسه نازله جديده، وتبدا ان انت تجربها وتعمل ريفيو وتقول عليها رايك بصراحه. كل ده هيدخل لك دخل. التالت رابع حاجه هكلمك فيها، الشهره. لو قدرت توصل للشهره هتصدقني هتبقى مرتاح، هتبقى ماديا مرتاح جدا. حتى لو ما بتاخدش فلوس من المنصه، دايما في مصطلح كده عندنا في الاعلام يقول لك الشهره ايكوال فلوس. على قد شهرتك على قد ما فلوسك هتزيد. كل ما شهرتك زادت كل ما فلوسك زادت، مش هتلحق على الدخل اللي هيبقى جاي لك يعني.
خامسا وده الاهم، اوعي ترتبطي او ترتبط غير لما تبقى مرتاح ماديا. يعني ايه مرتاح ماديا؟ يعني زي ما بقول مثلا ايه، انت مش متدين، معلكش ديون، بحيث ان انت لو الشغلانه اللي انت فيها مرتبك اتاخر مش هتتاثر في حاجه، تقدر مثلا تنزل تاكل بره كل يوم، اللي هو مرتاح ماديا. طالما انت مرتاح ماديا ارتبط عادي، خش في علاقه، خش في ريليشن شيب عادي جدا. انما لو انت لسه في حاله انك بتبني نفسك، صدقني بلاش احسن، وركز على نفسك الاول علشان خاطر ايه، تعرف تبني نفسك كده وانت دماغك رايقه. انا مش قصدي حاجه، بس علشان الناس اللي هتيجي تقول لي انت قصدك ايه ان المرتبطين يعني دماغهم مش رايقه، انا بقول حقيقي. انا عارف ان انتوا هتيجوا دي يعني هتعمل لي مشاكل الحكايه دي، وفي ناس هتيجي تشتمني، بس انا بقول حقيقه. يعني الواحد لما بيبقى رايق، لما بيبقى سنجل كده، بيبقى خلاص بقى بتعرف تفكر صح، فاهم؟ انت مش شايل هم حاجه، مفيش حاجه انت بتفكر فيها، الدنيا بتبقى ايزي كده بالنسبه لك، مفيش دراما. ودي اهم حاجه، اهم حاجه. حاول تقلل الدراما اللي في حياتك على قد ما تقدر. بمعنى اعتزل ما يؤذيك او ما يتعب لك دماغك، ما يدوشك. صدقني هتلاقي الحياه ابتدت تبتسم لك اول ما تبتدي تبعد عن الدراما. شوف ايه اللي بيعمل لك دراما وارميه بره دماغك، شوطه ايده رجل بره حياتك، تعرف؟ او ما تهتمش خلاص بقى، يعني عيش الحياة زي ما هي، خليك واقعي. صدقني هتعرف ان انت صح، الكلام اللي انا بقوله لك صح، وهتلاقي نفسك فعلا عارف تفكر صح، وعارف تفوق لمستقبلك ولحياتك الشخصية، طالما انت قللت الدراما والحاجات اللي بتتعب لك دماغك. سادسا، مفيش فرق بين ولد ولا بنت. انت بنت تقدري تشتغلي، تقدري يبقى عندك اكتر من مصدر دخل. جماعة استغلوا مواهبكم يا جماعة، استغلوا مواهبكم. يعني ايه يا علي نستغل مواهبنا؟ خلي الموهبة اللي عندك دي تطلع لك فلوس. بمعنى انت كويس مثلا فلوينت في الانجليش او في اي لغة، ادي كورسات، قدم محتوى، علم الناس اللغة. انت بتعرف مثلا تعمل اي حاجة كويس، اعمل محتوى، استفيد منها، ابتدي استفيد من المواهب بتاعتك. شوف انت عندك ايه مواهب. عندك انت مواهب طبخ مثلا، اعملي محتوى عن الطبخ. كلنا شفنا الناس على التيك توك بتعمل محتوى طبخ، هوب بتضرب معاهم، بيوصلوا لحتة تانية ما شاء الله. يعني مش عايزين نحسد حد، احنا ده رزق طبعا، وكل واحد رزقه مكتوب له، يعني مفيش حد هياخد رزق حد. فانت اللي عايز، اللي جاي لك عايزك تساعده، ساعده، ما تقلقش، مش هياخد من رزقك. رزقكم في السماء، يعني مهما عملت مفيش حد هياخد رزق حد، الرزق ده بتاع ربنا. اجتهد وسيب الباقي على ربنا، بس اهم حاجة اجتهد. سابعا، مهما كنت عملت حاجة وفشلت وانت بتحبها، كمل فيها. فشلت يا علي 5 6 7 100 مرة، فشلت 100 مرة. انت عارف ان اللي اكتشف الكهرباء، اللي اكتشف النور ده اللي منور لنا دلوقتي الحياة كلها ماشية، العالم كله ماشي على الاكتشاف بتاعه، عارف ان هو تقريبا فشل 99 مرة ونجح في المرة 100؟ انت عارف يعني ايه؟ يعني هتوصل للي انت عايزه، مجرد بس لازم never give up. لازم يبقى عندك الحتة دي في شخصيتك، never give up. اوعى ابدا تستسلم طول ما انت عايش، طول ما الشمس بتطلع اوعى تستسلم. حاول تاني وتالت وعاشر، وحاول للمرة 1000، حاول للمرة 1,000,000. لازم هتيجي في مرة هتنجح. بص لازم تاخد الريسك في اي حاجة كده. الحياة بتاعتنا دي كلها عبارة عن ريسك. يعني ايه الحياة بتاعتنا عبارة عن ريسك؟ مفيش قرار انت هتاخده عارف ده هيوصلك لايه في الاخر. دارسها صح، حاسبها، اتكل على الله وسيب الباقي على ربنا. مهما حتى لو فشلت المرة الأولى عادي، ما هو كلنا بنتعلم من الأخطاء. بص مفيش حد نجح من غير غلطة. مفيش حد قاعد كده خايف ياخد الريسك ما عملش حاجة، لحسن خايف يغلط ونجح. اللي نجح ده حاول مرة واثنين وثلاثة وفشل، وضربت معاه في مرة ونجح. هو ده النجاح، انك تفضل تحاول كذا مرة لحد ما تنجح. سابعا او ثامنا، مش فاكر انا احنا وصلنا فين بالظبط. اوعى ابدا توقف حياتك على حد. اوعى حد مثلا فلان الفلاني زعل منك ما بيكلمكش، ارميه في الزبالة. فوق لنفسك. السنة دي مش خلاص يعني لازم بقى، خلاص احنا بنتطور اهو، لازم تفوق لنفسك. جه آن الأوان، طالما طلع لك الفيديو ده، آن الأوان ان انت تفوق لنفسك. بس فلان الفلاني ما بيسألش، فلان الفلاني ده بيعمل لي دراما، بيعمل يوجع لي دماغي، بيعاملني بطريقة وحشة، بيعمل اي حاجة بيأذيك بيها، ارميه في الزبالة في 60 داهية. زي ما بيقولك كده، المركب اللي تودي تجيب. مش فاهم يعني ايه، انا لسه تقريبا مألف المثل ده، بس هو ينفع يعني للموقف اللي انا عايز اقوله.
تاسعا الاستثمار. لازم تستثمر، لازم يعني في الزمن اللي احنا فيه ده لو معاك شوية فلوس زيادة لازم تستثمر. استثمرهم بقى في الفضة، في الذهب، في المعادن اللي هي كل شوية بتغلى. بلاش الكريبتو، ابعد عن الكريبتو، لان سوق الكريبتو يعني انا عارف ناس دلوقتي بتشد في شعرها، هم طبعا بيتفرجوا على الفيديو ده وعارفين انا قصدي ايه كويس. ناس خسرانة فوق $10,000 في موضوع الكريبتو ده، فبلاش، ابعد عن الكريبتو ده خالص. انا عارف في ناس هتقول لي هو ده مكاسبه بتبقى اعلى من المعادن والذهب والفضه، انا عارف والله، بس في ريسك عالي قوي، في ريسك تقريبا من نسبه 99%. فلو انت مش مستعد، مش معاك فلوس زياده، بمعنى يعني ايه فلوس زياده؟ يعني مثلا انت لو خسرت الفلوس دي في الكريبتو، خسرتها خالص، مش هتزعل عليها، ساعتها خش عادي مجال الكريبتو. غير كده ابعد عن الكريبتو ده تماما، ابعد عن العملات المشفرة دي خالص. استثمر في المعادن، في الذهب، في الفضة، اي حاجة من المعادن دي. ولكن الكريبتو زي ما قلت لك يعني هتخش انت مجال الكريبتو في مكسب يعني. في ناس كسبت منه كتير، او في ناس كانت داخله شاريين ب$100 هوب ضربت معاهم ايام ما ترامب كان لسه ماسك امريكا، اللي هو في اوائل 2025، وهوب $100 تحولت $10,000. حصل بس هل بيحصل دايما؟ لا، مش قاعده ثابته. فخد بالك ان انت ممكن $100 تبص تلاقيها بقت صفر عادي خالص. فلو انت عندك فلوس زياده مش تزعل لو خسرتها، خش بيها مجالك الكريبتو، خش بيها مجال الكريبتو. بس غير كده حاول تستثمر في حاجات زي ما بقولك المعادن. عاشرا وده الاهم، اوعى تربط نفسك بحاجه واحده. بمعنى انت مثلا كنت عامل حسابك ان انت فلان الفلاني هيكلم لك مش عارف مين اللي عنده شركه معرفش ايه، وهينزل يشغلك في الشركه، فانت سبت اللي وراك واللي قدامك وقاعد مستني. لا، غلط، اكبر غلط تعمله. ما تعشمش نفسك بحاجه غير لما اوريدي تحصل. بمعنى فلان الفلاني ده هيكلم، قال لك ده انا هكلم لك فلان الفلاني صاحبي اللي عنده شركه معرفش ايه، هينزل يشغلك وبمرتب ومش عارف ايه طبعا انت بالنسبه لك الدنيا حلاوه فل شربات، فاهم؟ انت طرت من الفرحه لما قال لك كده. ولكن انا مش عايزك تتعشم، حياتك تفضل مكمل عادي خالص، ولا كأن الشخص ده قال لك كده اصلا، لان بنسبه كبيره الشخص ده مش هيعمل اي حاجه من اللي هو قال لك عليه. تمام؟ لا فلان الفلاني صاحبه ده هيشغلك في الشركه ولا اي حاجه من الحاجات دي. فانت لازم حياتك تبقى ماشيه زي ما هي، وما تتعشمش وما تحطش املك على حد خالص، انت اللي تتحرك. تاني حاجه، لما تيجي تفتح مثلا، عايز تفتح مشروع، عايز تفتح حاجه، لازم تشوف الاول الكرو اللي هيساعدك في المجال ده، لازم التيم وورك، لازم العمل. ما فيش حاجة ابدا هتعرف تعملها لوحدك. هتفتح مطعم، لازم تبقى مجهز الطباخ اللي انت عارف انه كويس وهيساعدك، المدير واحد يكون عنده خبرة هيساعدك. ليه؟ علشان تعرف تدير المطعم بتاعك صح وما يخسرش. انا بديك مثال يعني. كذلك اي حاجة فيها فكرة بتجيب فلوس، انت عمرك ما هتعرف تعملها لوحدك، الا لو حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، كونتنت كرييتنج، هتدي كورسات. ولو ان يحبذ ان انت برضو يبقى معاك ناس فاهمة في المجال، علشان خاطر كل واحد يظبط لك الحاجة كده ويساعدك وتوصل اسرع. واخيرا وليس اخيرا، النصيحة رقم 11 والاخيرة معانا في الفيديو النهاردة، واللي ان شاء الله هتستفيد بيها في حياتك اليومية. قبل ما تشتري اي حاجة اسأل نفسك سؤال: هل الحاجة دي هتجيب لي فلوس؟ لو الاجابة اشتريها مهما كان تمنها. لو هتجيب لك فلوس، لما مثلا على سبيل المثال هتشتري لسه الايفون الجديد، هل الايفون الجديد ده هتعرف تستخدمه بطريقه تخليه يجيب لك فلوس؟ زي مثلا هتصور فيديوهات زي اللي انا بعملها مثلا على اليوتيوب دي، هتعمل كونتنت كرييتنج، هتعمل ايا كان، هتعمل ايه، هتستخدمه هتخليه يجيب لك فلوس؟ لو الاجابه اشتريه مهما كان ثمنه، طالما ثمنه فيه اشتريه. انما لو الاجابه لا، ما تشتريهوش، ما تضيعش فلوسك حتى لو انت غني مهما كان. حتى لو يا سيدي الفلوس دي مش هتفيدك بحاجه بعدين، استثمر بيها، استثمر بالفلوس دي علشان قيمتها ما تقلش. ولكن ما تروحش تجيب حاجه انت عارف ان هي مش هتجيب لك فلوس، الا طبعا لو الاكل والشرب، علشان الحاجات اللي هي بتساعدك على انك تعيش. طبعا دي حاجات اساسيات ما فيهاش كلام، لو اساسيات ماشي اشتري. انما لو حاجه رفاهيات، قبل ما تشتري الحاجه اسال نفسك السؤال: هل الحاجه دي هتجيب فلوس؟ لو الاجابه اشتريها مهما كان ثمنها. وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، او نهايه فيديو بتاع النهارده. ويا رب اكون ضفت لك حاجه كده في السنه الجديده، تكون اديتها طعم كده. وان شاء الله سنه سعيده علينا كلنا، وتحقق كل اللي نفسك فيه السنه دي، وتكون سنه كده خفيفه، وتكون سعيده عليك، وتوصل لكل اللي نفسك فيه. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، السلام عليكم. متنساش ان انت تعمل بالنصايح دي، لان فعلا النصايح دي هتفيدك في حياتك. بس كده. وادعي كتير، ما تنساش ان انت تدعي كتير، علشان ربنا بيستجيب للدعاء، وربنا برضو بيحب ان احنا نطلب منه الحاجات اللي احنا عايزينها علشان خاطر يديها لنا. بس